في طريق الانهاء تماما صفقه ضم ابو كونيه الايفواري لاعب نادي الانتاج الحربي. مع الهاتف كريم حلمي وكيل اعمال اللاعب ابو كونيه. كريم مساء الخير. مساء الخير يا مستر. اهلا بك يا كريم. كريم قول لي هل بالفعل انتقل ابو كونيه رسميا الى نادي الزمالك؟ والله بس انا الاول في حاجه ثانيه عايز اقولها مستر محمد، انا اسف نعم. جدا. في البدايه انا في بس حاجه بقى لها فتره هتجنني. اعلامي كبير ماسك ابو كونيه يعني كانه قتل قتيل. يعني انا عمري ما شفت كده ان من يوم 30/5 ليوم 6/6 اعلامي كبير يمسك لعيب تقطيع من فوق ومن تحت. صعب جدا وعمري ما شفتها. يعني انا مش فاهم ليه ده بيحصل وليه ما حدش اعترض الكلام ده. هو كريم يعني كبير يمسك ابو كونيه يعني في النهايه 7 ايام، دي حاجه صعبه جدا. طب هو في النهايه يعني دي بتبقى رؤى، يعني كل واحد فينا لما بيقول رايه او حاجه بتبقى رؤى وتختلف في الاراء في النهايه ما بين واحد. مستر محمد بس انا اظن ان الاراء دي ليها اختصاصاتها، يعني ليها حد مسؤول عنها. يعني مدير فني هو اللي بيقول اراء، هو اللي بيقيم. انما انا كاعلامي المفروض ان انا بكون محايد. لا هو برضه حتى لو في لا بص يا كريم، لو اعلامي او ناقد رياضي وله باع طويل في المجال يستطيع ان هو يقول رايه في النهايه، لكن في النهايه الراي لا يؤثر على انتقال لاعب او غيره. ممكن الراي يا مستر محمد يكون يوم انما ما يكونش 7. لكن هل في اسباب لهذا الهجوم مثلا ولا الامور؟ والله بقى دي حاجه انا عايز بقى يعني الناس هي اللي تقولها. يعني ان اعلامي يطلع يقول ان ابو كونيه احسن لعيب كره موجود في فتره من الفترات، وبعدها ما فيش بفتره يقول ان هو ما عندوش فكره. ده ايه التناقض ده؟ يعني اطلع اقول ابو كونيه احسن لعيب موجود ومن احسن الافارقه اللي موجوده وصفقه جيده لنادي الزمالك كريم وناشد سياده الوزير، وبعد كده يرجع يقول اصل هو ما عندوش فكره. كريم انت واضح هو ما جاش، ما ينفعش. واضح ان انت مشحون اصلك قوي. تخيل نتكلم بقى في الكلام الكلام اللي يهم الجمهور. فعلا متضايق جدا يعني. لا الكلام اللي يهم الجمهور، هل ابو كونيه انتقل بالفعل رسميا الى نادي الزمالك؟ ابو كونيه ان شاء الله بنسبه 90% 95% في نادي الزمالك ان شاء الله. ال 90 وال 95 واقفه على يعني 10 وال 5%. انا سمعت ثانيه واحده يا كريم، انا عرفت ان هو وقع على عقود رسميه مع نادي الزمالك وتقاضى حتى مبلغ مالي. انا سمعت كده داخل نادي الزمالك. والله بقى دي هتبان في خلال يومين او 3 بالظبط ان شاء الله، حته ان هو تقاضى وما تقاضاش. انما هي الفكره كلها ان هو ابو كونيه ان شاء الله بنسبه 90 95% في نادي الزمالك. الناديين يعني خلاص اتفقوا على كل حاجه، فاضل بس ان هو ممكن يكون في لعيبه هتروح هنا او لعيبه هتيجي من هنا للنادي الثاني. فهي دي بس الفتره اللي احنا يعني انما هو تقريبا في نادي الزمالك. هو ان شاء الله بنسبه 95% ان شاء الله في الزمالك. طب كريم اخيرا، هو ابو كونيه موجود في مصر ولا سافر ولا هيسافر؟ ابو كونيه ان شاء الله هيسافر بكره ان شاء الله. ما خلاص ما دام مسافر بكره يبقى هو حسم الصفقه. يعني لو ما حسمش كان فضل قاعد. كان فضل قاعد. شكرا جزيلا كريم حلمي وكيل اعمال اللاعب ابو كونيه.